يا جماعة الخير، مساء الخير ويسعد لي مساكم. طبعا هاي أول مرة بعمل تجربة، وهي بعملها تجربة معاكم. تمام، يعني أنا حاليا طالع بتاكسي التكاسي الجديد اللي عندنا بسوريا أو بالشام. يعني هي التكاسي إذا لاحظتوا تكاسي الصفر، أو مو الصفر عفوا الزرق. فما شاء الله يعني كله عن طريق البرامج. تمام، شو البرنامج اللي بيطلبوا منه؟ الكترو تاكسي. تمام، فشايفين يا جماعة الخير هي التكاسي الجديدة اللي نزلت عندنا بسوريا، تكاسي السماوية. شايفين هي يعني تكاسي كهرباء، يعني كهرباء كله تمام فل. فهي أنا لأول مرة نمبر 1 أيوة بالضبط، والله النمبر 1. أنا لأول مرة تمام بعمل تجربة بهي التاكسي. الصراحة التاكسي بتجنن ولا أروع. ونقطة صغيرة، إذا مفكرين إنه أسعاره أغلى عن التكاسي الصفر، أبدا لا. يعني ما بتفرق. عرفتوا كيف؟ يعني الأسعار التكاسي الإلكترو تاكسي ما فرقت عن التكاسي الصفر اللي موجودة هي عندنا. تمام، التاكسي العمومي متوزع ب 24 ساعة. ايه، وهذول التكاسي ما شاء الله بتشوفهم بالشوارع ايمد ما بدكم. مثل ما قال الأخ هون إنه بتوفر 24 ساعة. طبعا هيك بشنس والحمدية. فالحمد لله شايفين يعني كل شيء، السيارة نظامية والأمور طيبة ما شاء الله. فتحة بانورامية كاملة ما شاء الله، وخدمة يعني خدمة ولا أروع. الأمور طيبة. يا جماعة الخير، طبعا اللي ما بيعرف خليكم تعرفوا حاليا. تمام، دقوا لي شركة الشحن، قالوا لي شحنتك وصلت وبعدين عم نطبق لك اياها عشان نوصل لك اياها العنوان اللي انت سجلت لنا اياه لما كنت بالامارات. هذه يا جماعة الخير هلا اخر مرة لما كنت بالامارات قبل ما اجي لهون. تمام، بس يا اخي اخلص من هي الزحمة هي اللي انا بالفعل عصيان فيها عصي غير شكل. كرمال شو؟ كرمال بس اللحمة هي. تمام، المهم دقوا لي قالوا لي شحنتك صارت جاهزة وهيك، فالميعاد بعد ساعة. تمام، على العموم اللي ما بيعرف انه انا قبل ما انزل على سوريا لما كنت بالامارات فسلمت بيتي هناك بالامارات. تمام، ولما سلمت بيتي بتعرفوا عندي انا عفش بيتي هناك كامل، يعني من ناحية الغسالة، من ناحية الكنب، من ناحية غرفة النوم، من ناحية الشاشة، طاولة الشاشة، وهكذا الامر. عرفتوا كيف حبايبي؟ فهذا كله شحنته، المراية ما مراية، رفوف عطورات، هذا كله شحنته على سوريا. تمام، سبحان الله على الميعاد مثل ما قالوا لي تقريبا بنص رمضان بيكون عندك. فهن يعني هيك شلفوها بنص رمضان. فتقريبا نحن هلا صرنا يعني اخر 10 من ايام رمضان، يعني ما طولوا الصراحة. 25 يوم اكل معونا الموضوع، 25 يوم اكل معونا الموضوع. تمام، الاغراض وين راح؟ حطوهم بالمزرعة عنا. تمام، ما شاء الله المزرعة شو بدها 9 اغراض. كل ما نجيب شحنة، كل ما بنجيب شحنة من دبي فبنحطها وين؟ بالمزرعة. عرفتوا حبايبي؟ المهم رايح ودي هاللحمات على البيت. تمام، وبعدين رايح اشوف موضوع الشحنة عشان اوكي انا دليتهم على المنطقة بس هن ما بيعرفوا وين المزرعة بالضبط. فرايحين نلتقي بمكان وبعدين هنيك بنروح سوا على المزرعة وبينزلوا الأغراض هنيك. تمام، وحطهم هنيك بالغرفة وقفل عليهم واطمن على الأغراض إذا في شيء مكسر، في شيء مو مكسر، في شيء منزوع كذا هيك. فعشان أنا على طول أحكي مع شركة الشحن اللي بالإمارات، قال لهم 1 2 3، فهذا بيكون هن المسؤول، بيكون هن المسؤولين عن هذا الشيء. تمام، عن جد الشحنة كثيرة، تقريبا في شيء 30 قطعة. أنا قبل ما أنزل على الإمارات أنا والشاب لما غلفناهم وكل شيء وهيك فعديناهم بالقطعة. تمام، بيطلعوا شي 30 قطعة، و30 قطعة يعني مو 30 قطعة هينين، لا 30 قطعة اللي بيحبون قلبكم. 30 قطعة واو كبار. بس أنا صراحة انبسطت إنه الشحنة الحمد لله وصلت بخير وسلامة.